اتعرفت في دور ثانية بنت عبد الغفور البرعي في مسلسل أنا عايش في جلباب أبي، المسلسل اللي مازال بيتصدر الترند لحد دلوقتي. الفنانة ناهد رشدي اتولدت في 14 سبتمبر سنة 1956، واتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل سنة 1982. قدمت لحد دلوقتي 84 مسلسل، منهم أرابيسك وهوانم جاردن سيتي والطوفان وطيور الزمن الجريح والنساء قادمون واللعب في الوقت الضائع وحبش في الهوى الطلق والأرض الطيبة ولمن يهمه الأمر وحلم العمر وأنا وبعدي الطوفان والاختبار. أما الأعمال المسرحية فمنها أوديب وشفيقة وعريس بالكريمة وبيت المصراوي والزوبعة والأستاذ والفلوس حبيبتي ومع خالص تحياتي. أما من الأعمال السينمائية اللي قدمتها فيلم الأخطبوط والراقصة والشيطان ونعيمة فاكهة محرمة ولقاء في شهر العسل وصاحبة العمارة وتلاتة على واحد والطريق إلى إيلات. وفي لقاء ليها في برنامج الستات على فضائية النهار بكت بسبب المرض اللي اتعرضت ليه، وقالت اتعايشت مع تعبي وشفت كل واحد على حياته في فترة مرضي ومش عايزة أقول المرض اللي كنت بعاني منه. وأضافت التعب غير فيا حاجات كتير وابتديت أشوف الناس على حقيقتهم. وأضافت عشت 30 أو 40 سنة مضحوك عليا من أصدقاء وأقارب وأنا كنت مصدقاهم، بس اكتشفتهم على حقيقتهم في فترة مرضي وعرفت إنهم عايزين يشوفوني في أسوأ حالة.